بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي، سنة أولى إعدادي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بنكمل حل محافظات علوم من كتاب الامتحان 2023 الفصل الدراسي التاني. وبنجيب المحافظات محلولة وأحيانا بنجيبها مش محلولة. بالنسبة لمحافظة دمياط هي محلولة، هنراجعها مع بعض. ودي صفحة 111 من كراسة التدريبات. اختر الإجابة الصحيحة. 1. نسبة غاز الأكسجين في الغلاف الجوي هنختار 21%. غاز الأكسجين نسبته في الهواء الجوي خمس حجم الهواء. خمس حجم الهواء يعني بمعدل 21%. 2. من أمثلة القوة داخل الأنظمة الحية، يعني الأنظمة داخل الكائنات الحية، طبعا هنختار النبض. النبض داخل الكائنات الحية. 3. اختار عنصر فلزي سائل، هنختار الزئبق. الزئبق هو العنصر الفلزي السائل الوحيد. 4. حركة أذرع المروحة هي حركة دورية، هنختار دائرية. هي حركة دورية لأنها بتتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. ودائرية لأن أذرع المروحة بتتحرك في صورة دايرة. علل. رقم 1. اندفاع الركاب إلى الأمام إذا توقفت السيارة المتحركة فجأة. الإجابة بسبب قوى القصور الذاتي للركاب. هنكمل الإجابة. تجعلهم يقاوموا التوقف المفاجئ للسيارة للاحتفاظ بحالة الحركة التي كانوا عليها، فبيندفعوا إلى الأمام. الإجابة مرة تانية. بسبب القصور الذاتي للركاب. مقاومتهم لحالة السكون للاحتفاظ بحالة الحركة التي كانوا عليها، النتيجة بيندفعوا إلى الأمام. 2. لابد أن تكون المعادلة الكيميائية الرمزية موزونة حتى يتحقق قانون بقاء المادة. الإجابة حتى يتحقق قانون بقاء المادة، يعني كتلة المواد الداخلة في التفاعل لازم تساوي كتلة المواد الناتجة من التفاعل، وده مش هيتحقق إلا إذا كانت المعادلة موزونة. موزونة يعني عدد ذرات العناصر الداخلة في التفاعل بيساوي عدد ذرات العناصر الناتجة من التفاعل. جيم. دي مسألة إذا كانت كتلة جسم ما 20 كيلو جرام عند خط الاستواء، فأوجد. رقم 1. كتلة هذا الجسم عند القطبين برضو 20 كيلو جرام، فالإجابة كتلة الجسم عند القطبين بتساوي 20 كيلو جرام. ليه؟ كتلة الجسم لا تتغير بتغير المكان على سطح الأرض. حتى لو الجسم راح أي كوكب أو راح سطح القمر، كتلة الجسم ثابتة، فهتظل كما هي برضو 20 كيلو جرام. 2. عايزين نحسب وزن الجسم عند خط الاستواء، علما بأن عجلة الجاذبية الأرضية بتساوي 10 متر على الثانية تربيع. بنكتب القانون. وزن الجسم عند خط الاستواء بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. كتبنا القانون نعوض فيه. وزن الجسم بيساوي الكتلة، عرفنا 20 كيلو جرام، في عجلة الجاذبية الأرضية 10 متر على الثانية تربيع. 20 في 10 بيساوي 200 نيوتن. صوب ما تحته خط. رقم 1 دي من درس الأجرام السماوية والدرس محذوف. 2. الاسم التجاري لكبريتات النحاس المائية هو ملح التوتيا الزرقاء. التوتيا الزرقاء وليس بارود شيلي. بارود شيلي ده نترات الصوديوم. 3. السؤال ده محذوف. 4. إذا كانت سرعة السيارة 70 كيلومتر على الساعة، فإن سرعة راكب السيارة نفس السرعة 70 كيلومتر على الساعة، فهنصوب 30 نخليها 70. ليه؟ الراكب اللي بيكون داخل السيارة هو متحرك بنفس سرعتها، فالسيارة متحركة بسرعة 70، إذن الراكب اللي داخل السيارة متحرك بنفس سرعة السيارة 70. اكتب الصيغة الكيميائية. كربونات الكالسيوم CaCO3. الكالسيوم Ca والكربونات CO3
والاتنين تكافؤهم ثنائي، اختصرنا الاتنين مع الاتنين. كلوريد الصوديوم NaCl، صوديوم Na كلور Cl. الصوديوم تكافؤه أحادي والكلور تكافؤه أحادي، الواحد مش بيتكتب في التكافؤ، فنتجت الصيغة NaCl. رقم ج ده من درس الأجرام السماوية والدرس محذوف. اكتب المصطلح العلمي. 1. ذرة اكتسبت إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي، ده الأيون السالب. عناصر صلبة لها بريق معدني وجيدة التوصيل للحرارة والكهرباء، دي عناصر الفلزات. الإجابة الفلزات. قوة مقاومة للحركة تنشأ بين سطح الجسم المتحرك وسطح الوسط الملامس له، قوة الاحتكاك. قوة الاحتكاك بتنشأ بين جسم متحرك ووسط ملامس ليه، وطبعا قوة الاحتكاك بتولد قوة عكس اتجاه الحركة، بالتالي هي قوة مقاومة للحركة. مواد تتفكك في الماء وتعطي أيونات الهيدروجين الموجبة، ده تعريف الأحماض. بعد كده رقم ب، قارن بين. رقم 1 الجرانيت والبازلت من حيث نوع الصخر، الاتنين صخور نارية، ولكن الجرانيت جوفي، البازلت سطحي أو بركاني. الإجابة الجرانيت صخر ناري جوفي، البازلت صخر ناري نوعه سطحي أو بركاني. 2 موجات الصوت وموجات الضوء من حيث نوع الموجات. موجات الصوت موجات ميكانيكية لأنها لا تنتشر في الفراغ، أما موجات الضوء موجات كهرومغناطيسية لأنها بتنتشر في الفراغ. 3 نقارن بين الصوديوم والأراجون من حيث نوع التكافؤ. الصوديوم عدده الذري 11، توزيعه الإلكتروني 281، مستوى الطاقة الثالث والأخير فيه 1 إلكترون. ذرة الصوديوم لما بتدخل في تفاعل كيميائي بتفقد ال1 إلكترون اللي موجود في مستوى الطاقة الأخير، هتفقد 1 إلكترون، إذن الصوديوم أحادي التكافؤ. الأراجون ده عنصر خامل والعناصر الخاملة تكافؤها 0، إذن الإجابة الصوديوم أحادي التكافؤ، الأراجون تكافؤه 0 أو ملوش تكافؤ. المولد الكهربي والمحرك الكهربي من حيث تحولات الطاقة. الإجابة المولد الكهربي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية، العكس المحرك الكهربي يحول الطاقة الكهربية إلى حركية. إذن المولد الكهربي الحركية إلى كهربية، العكس المحرك الكهربي الكهربية إلى حركية. أذكر استخدام لي. 1 المغناطيس الكهربي. بنكتب استخدام المغناطيس الكهربي، يدخل في تركيب الجرس الكهربي وفي بعض الأوناش الكهربية المستخدمة في رفع قطع الحديد الخردة في المصانع والسيارات في الموانئ. 2 أشعة جاما، الجزء ده من الدرس محذوف. السؤال الرابع ألف، أكمل العبارات الآتية. رقم 1 و2 ده من درس الأجرام السماوية والدرس محذوف. 3 الروابط في جزيء الماء تساهمية أحادية، لأن جزيء المية الواحد فيه رابطتين تساهميتين أحاديتين، والرابطة في جزيء كلوريد الصوديوم أيونية، لأن الرابطة الأيونية بتنشأ بين عنصر فلز وعنصر لا فلز، وأنا عندي الصوديوم فلز والكلور لا فلز. 4 عند تعرض غاز النشادر NH3 لغاز كلوريد الهيدروجين HCl تتكون سحب بيضاء من كلوريد الأمونيوم، لأن النشادر هيتفاعل مع كلوريد الهيدروجين هيتكون NH4Cl كلوريد الأمونيوم. 5 ده من درس الأجرام السماوية والدرس محذوف. أكمل المعادلات الآتية ثم اذكر نوع التفاعل. 1 CO أول أكسيد الكربون هيتفاعل مع O2 غاز الأكسجين هيتكون CO2 ثاني أكسيد الكربون. قبل CO هنحط 2، وقبل CO2 هنحط 2 علشان المعادلة تكون موزونة. نكمل المعادلة التانية. Mg المغنيسيوم
هيتفاعل مع O2 غاز الأكسجين، هيتكون أكسيد المغنيسيوم MgO. الاتنين دي والاتنين دي علشان نوزن المعادلة. بعد كده نوع التفاعل. رقم 1 ده تفاعل اتحاد مباشر عنصر مع مركب. عنصر اللي هو الأكسجين O2، مركب اللي هو أول أكسيد الكربون CO2. المعادلة 2 ده تفاعل كيميائي، نوعه تفاعل اتحاد مباشر عنصر مع عنصر. Mg المغنيسيوم عنصر، O2 الأكسجين عنصر. رقم ج ده من درس المعادلة الكيميائية والتفاعل الكيميائي، والجزء ده في الدرس محذوف. الفيديو الجاي إن شاء الله هنحل محافظة كفر الشيخ.